يا مساء الجمال على أحلى متابعين. ليه تشتري البيتزا بمبالغ خيالية لما ممكن تعملي 4 بيتزات بحجم عائلي بتكلفة بيتزاية واحدة بس من بره، بنفس الطعم والريحة اللي هتقلب البيت؟ في أقل من ساعة هنعمل بيتزا أحلى من الإيطالي بمكونات كلها في بيتك. وتعالي نشوف السر اللي هيخليكي أستاذة فيها. هقولك سر العجينة الهشة اللي بتدوب في البق. تعالي اقولك على كل التفاصيل وكل التركات، بس اهم حاجة تابعي معايا الفيديو للاخر، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد من وصفاتنا. كانت البيتزاية طعمها تحفة جدا. هقولك على حشوات مختلفة ممكن تحشي بيها، هقولك على كل اسرار العجينة علشان تطلع معاكي هشة وطرية وطعمها يدوب في البق. العجينة مكوناتها سهلة جدا وبسيطة جدا جدا وهتطلع معاكي ناجحة جدا. التزمي بس بالمقادير اللي هقولك عليها، ويلا نبدأ ونشوف عملناها ازاي. اول حاجة ده كيلو دقيق منخول، واستخدمي دقيق متعدد الاستخدامات او مكتوب عليه للمخبوزات. حطيت عليه باكت خميرة فورية اللي فيه ما يعادل 12 جرام او المعلقة كبيرة مليانة. هحط كمان نص معلقة ملح، وهحط معلقتين سكر صغيرين علشان اساعد ان الخميرة تتفاعل معايا. وهنزل كمان بعلبتين زبادي، والزبادي بيخلي العجينة هشة جدا وطرية جدا جدا. علبة الزبادي كانت تقريبا 105 جرام، بس حطيت علبتين. وهنزل بقى بالمية. المية لكل كيلو دقيق بياخد نص لتر مية اللي هو 500 ملي، او كوبايتين. الكوبايه اللي هو المج الكبير 250 جرام. حطي كوبايه ونص او حطي 400 ملي. وبعدين هنحط ال 100 ملي ده، او هنحط بقيه الكميه الميه تدريجيا علشان كل نوع دقيق بيختلف من امتصاصه للسوائل عن النوع التاني. فاحنا هنحط الكوبايه ونص وهنسيب النص هنضيفه بالتدريج. لكل كيلو دقيق محتاجه نص كوبايه زيت. بس بقى اجيني انا سبت العجينه ترتاح دقيقه وبعدين هرجع اعجن فيها. ولما بتسيبيها ترتاح دقيقه واحده بس وتبتدي تعجنيها بتحسي بان ملمس العجينه اختلف معاكي. هنعجن لحد ما العجينه تبقى ناعمه معايا. سيب العجينه فيها تلزيقه بسيطه، لان كل ما العجينه برضو تبقى لسه ملزقه كل ما هتديكي نتيجه احسن. بس كده خلاص نعمت وبقت زي الفل معايا. هدهن الصينيه اللي هحطها فيها زيت، وهدهن برضو وشها زيت علشان اضمن ان وشها ما ينشفش معايا. بس كده انا دهنه الصينيه زيت، وهحط زيت وهدهن على وشها دهنه بسيطه جدا من الزيت. وهسيبها تخمر، هغطيها وادفيها كويس واسيبها تخمر ساعه ساعه ونص لحد ما يتضاعف حجمها. هنعمل في الوقت ده الصلصه بتاعه البيتزا. حطيت معلقه زيت كبيره كده او زيت زيتون اللي متاح عندك حطيه، انا حطيت زيت ذره عادي. وهنزل بمعلقه كبيره من الثوم المفروم، وهقلب الثوم لحد ما يبتدي اشم ريحته. انا مش هحمره خالص. اول ما يبتدي كده يدي اللون، اول بدايه اللون هنزل على طول بالصلصه. دي طماطم انا ضرباها ومصفياها كويس. بس هقلب. انا بعمل كميه واللي بيتبقى بحطه في علبه في الفريزر وبطلعه لما اكون هعمل بيتزا تاني. هنزل بقى بمعلقه صلصه جاهزه عشان الطماطم مش حمرا خالص، فعشان اظبط لون الصلصه حطيت مكعب مرقه دجاج، واللي ما بيحبهاش يستبعدها خالص. هحط كمان رشه فلفل اسود حلوه كده تقريبا معلقه صغيره. وهحط كمان معلقه صغيره من البابريكا. والصلصه دي اقرب لطعم صلصه البيتزا، طعمها بيبقى تحفه جدا جدا وريحتها بتبقى تحفه جدا. وهحط كمان معلقه من الاوريجانو، بس معلقه الاوريجانو كبيره يعني هنحط معلقه كبيره من الاوريجانو، وهي اللي بتخلي طعم الصلصه تحفه جدا. بس هقلب بقى كويس مع بعض كل المكونات دي، وهحط كمان معلقة كبيرة مليانة من العسل الأبيض. لو مش عندك حطي سكر، بس طعم العسل الأبيض بيبقى حلو جدا في البيتزا. يبقى كل اللي حطيته فلفل أسود وملح وبابريكا وأوريجانو وعسل أبيض ومعلقة صلصة ومكعب مرقة دجاج. بس هسيبهم بقى لحد ما تتقل معايا الصلصة وتتسبك معايا تمام. ما بتاخدش برضو وقت خالص، على نار هادية كده وسيبيها تتسبك معاكي.
هي كده كانت محتاجة كمان 5 دقايق، سبتها على نار هادية، غطيتها وسبتها 5 دقايق كمان عشان تتسبك معايا. هقطع بقى الخضار اللي هحطه على البيتزا. دي طماطم وفلفل، لو عندك فلفل الوان يعني هيبقى احلى واطعم كمان، بس ما كانش متاح عندي فحطيت فلفل اخضر وطماطم، وانا شلت قلب الطماطم علشان ما يطريش معايا البيتزا. ودي لحمه متعصجه، انا كنت بحطها بس الكميه كلها وبحطها في الفريزر وبطلع منها على قد الاستخدام. طلعت حطيتها بس تكتين في الميكروويف تفك معايا. ودي علبة تونة، كل اللي حطيته عليها رشة كمون ورشة فلفل اسود بس. وده بيض، واحنا بنحب جدا البيتزا بالبيض، جربيها هتعجبك جدا. سلقت بيض ورشيت عليه رشة فلفل اسود. وده بصل عشان التونة، حطيت عليها برضو كمون وفلفل اسود. ده كان عندي بواقي لانشون في التلاجة، لانشون بيف ولانشون فراخ، قطعتهم قطع كده برضو احطهم على البيتزا. وده كام قرن شطة، اللي بيحب البيتزا سبايسي بحب احط برضو على البيتزا كام قرن شطة للي بيحب. والجبنة الموتزاريلا بتاعنا، واللي انت النوع اللي انت بتستخدميه وتحسي ان هو كويس معاكي هاتيه. في انواع كتيرة حلوة، وانت شوفي النوع اللي يريحك. الصلصه خلاص كانت تقلت معايا وجهزت، وكمان قفلت عليها بقى كده كل المكونات جاهزه. انا عقبال ما خلصت المكونات دي كلها وجهزتها كانت البيتزا خمرت، لان الجو ابتدى يحرر وبقت الحاجه العجين يخمر بسرعه. جهزت الصواني، دهنت في كل صينيه معلقه زيت صغيره كده ودهنتها كويس. حجم البيتزا اتضاعف معايا، هبتدي بقى بوكس العجين ونزلي بقى وقطعي على كل صينيه على حسب العجينه او حجم العجينه بتاعتها. في صينيه بتبقى كبيره بتقطع لها حجم كبير شويه، في صينيه بتبقى وسط تقطعي لها. كل صينيه على حسب العجينه بتاعتها، وعلى حسب انت بتحبيها رفيعه جدا ولا بتحبيها وسط ولا بتحبيها تخينه. احنا بصراحه بنحبها وسط، لا رفيعه قوي ولا هي تخينه قوي، فاحنا بنقطعها وسط. فانا حجم على قد حجم الصينيه بقطع البيتزا. بس انا الكيلو دقيق عمل معايا 4 بيتزات، 4 بيتزات كبار كمان مش صغيرين. بس هبتدي افرد فردة اولانية، انا هفرد كده وهسيبها ترتاح 10 دقايق، وهرجع افرد تاني هتتفرد معايا بكل سهولة. بس كده، وهركنها بقى وافرد غيرها اللي انا حطيتها التانية في الصينية، وهركنها وافرد غيرها. وبعد 10 دقايق بالظبط او 7 دقايق هجيبها. بعد كده كانت ارتاحت معايا 7 دقايق. شفتي بتتفرد معاكي لما بتسيبيها ترتاح بكل سهولة. 5 دقايق 7 دقايق 10 دقايق، بس المهم تريحيها، هتفرد معاكي مش هترجع تلم تاني. بس كده هنفردها، وحاولي تكون كلها بنفس السمك، مش حته تخينه وحته رفيعه. امشي بايدك عليها كلها كده بنفس الضغطه. بس كده هنظبطها. هرفع لها بس جنب كده علشان ما تلزقش معايا او الجبنه والحاجه تسيح مني في الصينيه. ارفعي لها بس جنب صغير كده على الصينيه. بس هخرمها علشان ما تنفخش معايا قوي وتخمر معايا قوي. خرميها وخرميها كويس جدا بالشوكه. هنزل بيها بقى بمعلقه صلصه، وكفايه معلقه كبيره كده حلوه، وادعكيها كلها او ادهني وش البيتزا كلها، وما تطلعيش على الطروف قوي علشان ما تلزقش في الصينيه. العجينة من أسهل الحاجات، والبيتزا من أطعم الحاجات، والولاد بيحبوها جدا جدا. اعملها لهم في البيت، ريحة البيت بتبقى تحفة جدا، غير ان هي طعمها بجد مختلف. ما تخافيش اعمليها، أرخص وأنضف كتير من اللي انت بتشتريها جاهزة من بره. افردي بس الصلصة حلو كده، هنزل بمعلقتين 3 خضار. الخضار قطعيه صغير لو الولاد بيتضايقوا منه. حابة بقى تحطي زيتون مخلي، بس الولاد عندنا في البيت مش بيحبوه خالص، فاحنا ما بنحطش الزيتون المخلي. عايزه تحطي حطي زي ما انت عايزه. المكونات اللي ولادك بيحبوها هتعملها لهم في البيت انضف واطعم. بس هحط كمان لحمه مفرومه، هعمل واحده بالمفروم كده. هنزل بقى باللحمه المفروم. لو عندك سلامي حطي معاها، عندك لانشون حطي معاها، قطعي قطع زي ما انا حاطه كده. انا بعملها بس واحده مفروم بس، وواحده مشكل، وواحده مشكل بالبيض. هقولك دلوقتي على كل الحشوات اللي ممكن تستخدميها. اول حاجه دي المفروم. لو عندك صدر فرخه في التلاجة طلعيه قطعيه قطع واعملي بيه بيتزايه، برضو هيبقى طعمه تحفه جدا. او عندك مثلا بانيه، بتبقى حلوة برضو جدا، تقطعيه قطع كده وتحطيه عليها. بصي اللي عندك او بواقي التلاجة، كل حاجة عندك حتى لو كفتة ممكن تعملي بيها بيتزا. بس كده. وهنزل بالجبنة، دي كل اللي حطيت عليها شوية خضار واللحمة المفرومة. وما تكتريش قوي الحاجة
على البيتزا علشان طعمها ما يبقاش صد كده وما يخليكيش تاخدي قطعة ورا قطعة ولا قطعة. خلي الحاجة خفيف خفيف كده علشان تاكليها وتبقي ايه خفيفة على قلبك كده. التانية هفردها، كانت برضو ارتاحت، هفردها هخرمها بالشوكة، هحط الصلصة. والتانية التونة، والولاد عندنا برضو بيحبوا التونة جدا. دي علبة تونة قطع، وحاول تجيب التونة قطع بلاش المفتتة. هفردها كويس، وهي علبة تونة كفاية قوي على قد بيتزاية. هفردها كويس على البيتزا. وانا ما بحطش في التونه لا طماطم ولا فلفل، بحط لهم بس التونه وكمان رشه بصل، اللي انا البصل مقطعه وحاطه لهم عليه كمون وفلفل اسود، وهحط فوقيها الجبنه وخلاص كده. التونه كده بتبقى طعمها حلو جدا. هنزل بقى بالجبنه. الجبنه بقى زي ما انت عايزه، عايزه تحطيها كتير وسط نص نص زي ما انت عايزه. انا بعمل بكيلو العجين او كيلو الدقيق، بعمل بيه كيلو موتزاريلا. ده عندي مظبوطه، لا هي الجبنه كتيره قوي اوفر ولا الجبنه قليله. بس هاجي بقى ديت هعملها ميكس. حطيت برضو رشه خضار كده، هحط كمان بيض. وانا بنحبها جدا جدا بالبيض، كنت كلتها من ايد واحده جارتنا ربنا يمسيها بالخير، كانت اول مره ادوقها بالبيض وعجبت جدا جدا الولاد، فبقيت اعمل كده. حطيت لهم بقى اللي هي الميكس اللانشون البيف واللانشون الفراخ، وحطيت كمان رشه صغيره كده من المفروم، وهحط عليهم الجبنه وهدخل ورشه بصل كمان لان كان متبقي معايا شويه بصل. هحط كمان رشه بصل، وهحط كمان الجبنه. كان متبقي شويه مفروم صغيرين كده، فقلت ايه اعمل دي ميكس كده. ميزه البيتزا ان هي ممكن تحطي عليها اي حاجه عندك في التلاجة، مش هتقولك لا خالص. نزلت بقى بكميه الجبنه. والبيتزا الرابعه انا عملتها ميكس برضو ما بين البيض وميكس اللانشون اللي عندي، وحطيت برضو عليها جبنه، بس انا حطيت عليها شطه لان احنا بنحبها بالشطه. بس كده دخلي الفرن وشغلي الفرن من فوق ومن تحت على اعلى درجة حرارة. بحط صينيتين تحت وصينيتين فوق. اول ما الصينيتين اللي فوق وشهم ياخد لون بقوم شايلاهم منزلاهم تحت ومطلعه اللي تحت فوق، وطلعيهم. ما بتاخدش معاكي الاربع ثواني 10 دقايق في الفرن، بس لازم تبقي واقفة جنبهم لان الفرن على اعلى درجة حرارة والشواية كمان شغالة. هتطلع معاكي احلى بيتزا. كليها سخنة كده، جربيها ان شاء الله هتعجبك. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد من وصفاتنا. اشوفك في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.